السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني. طبعا انتوا حفظتوني خلاص. انا قبل اي حاجه لازم ابدا يومي بفنجان قهوه او كوبايه قهوه. المره دي بقى عملتها كوبايه كده قهوه فرنساوي. طبعا طلعنا لبس الشتوي، تمام، بتاعي وبتاع زوجي. طبعا احنا مش بنشتي دلوقتي، احنا لسه بدأنا نشتي اهو. خلصت بقى الدولاب بتاع زوجي. وطبعا الرجاله هي اللي بتتظلم في الحاجات دي كلها، اقسم بالله. فخلصت كده. طبعا رحت شفت الخناقه ما بين لوجي ومودي. بس قبل ما نبدا الفيديو ونكمله بقى، يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، فضلا منكم وليس امرا. ما تنسوش تضربوا بالرحمه. ربنا يرحم جميع امواتنا واموات المسلمين اجمعين. طبعا انا كده لبس الشتوي عندي في ظرف، يعني في رفين. حاولت بقدر الامكان، وكمان انا ترساهم من الرف اللي من فوق. الشماعة بقى جنب كده بتاع حاجات كده بنانيتي، جنب التاني بقى بتاع لبس الخروج. فعايزة اقول لكم انا حاولت بقدر الامكان ان انا اوفر مساحة، وحطيت حاجات على بعض وحاجات على بعض. مش قادرة اقول لكم. بعد كده بقى طبعا الفوط وكده، انا طبقت الفوط بالطريقة ديت، وكمان في فوط تاني من تحت، بس خليت دول كده يكونوا باينين، وفي نفس الوقت مش واخده مساحه وشكلها حلو قوي. ده لبس الصيفي، واللي فوق برضو لبس الصيفي، وده كده بقيت. بصوا شكله وحش، يعني الضرفه دي مش عارفه اعمل لها ايه. حطيتهم كده على بعضها. بعد كده بقى هبتدي بقى ان انا ايه، ارصها. بصوا زي ما انتم شايفين، لو انتم عايزين الطريقه بتاعه التطبيق ديت، انا ان شاء الله هنزلها لكم باختصار. تمام. هنا بقى دي عبايات السودا، دي عبايات الخروج. تمام. وعبايات اللي هي المديه على خريفي شويه وشويه قطيفه، والبندانات، والحجاب اللي هو السوري كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الكاش مايو اللي هو القطيفه دوت بيبقى حلو جدا جدا. لو مثلا لابسه اي حاجه شورت او حاجه، بيبقى تحفه جدا جدا لما بلبسه في البرد يعني. وكمان العبايات بتتزحل عشان قماشتها حرير وكده، انتوا فاهمين اقصد ايه. فحاولت بقدر الامكان ان انا اظبط الظرفه ديت، بس هي مش راضيه تتظبط عن كده. بعد كده بقى هبتدي بقى طبعا اروق الاوضه زي ما انتم ما شايفين كده. وشلت الملاية وحطيت ملاية تانية، وهشيل. بصوا الأوضة كلها يعني هخليها يعني كانت ضرب نار زي ما انتوا شفتوا شكلها. منظرها كان بشع قوي، هدوم فوق وهدوم تحت زي ما انتم شايفين، وهدوم على الارض وبصوا مش قادره اقول لكم. ده انا كمان ما صورتش معاكم ان انا طلعت الهدوم من تحت السرير. انتوا متخيلين يعني ايه؟ وفي هدوم صيفي برضو حطيتها تحت السرير يعني. لك ان تتخيلوا. بجد 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 اليوم ده يا لهوي انا تعبت. اليوم ده كان الجمعة اللي فاتت دي اللي قبليها. انتوا متخيلين؟ الفيديو ده بقاله كتير قوي عندي. تمام. دي حاجة. تاني حاجة، انا ما انتوا عارفين انا كساليه مونتاج، وعندي فيديوهات كتيرة قوي كتيرة قوي بجد والله، بس مش بنزل. ان شاء الله هتشجع كده اهو، وقولوا لي نزلي. طبعا مع شغلي طبعا وكده، مع حاجات كتيرة قوي. فكده زي الفل، ومية فل وعشرة الحمد لله. بس استمر ادعولي. المهم كده جبت كنست كده زي ما انتم شايفين، وجبت الجردل والشرشوبة بتاعي. وبدأت كده امسح كده زي ما انتم شايفين. وطبعا لمعت والحاجات دي كلها. انا بوريكم اليوم يعني يوم الروتين ده باختصار، عشان انتم ما تملوش من حتة الروتين دي او حاجة. ايه يا مودي؟ هي روح عندك برد؟ سلامتك يا غالي. سلامتك يا عمري. اعذروني بقى كده يا منجتي لو انا قفلت الباب في وشكم. بس لازم ايه، لازم نمسح يعني ورا الباب. المهم كده طبعا انا من الصبح من ساعه ما صحيت، بس انا ما صورتش الحته دي. نشرت البطاطين كده واللحفه في الشمس ونسيتها. ثواني يا مودي، ثواني حاضر. ونسيتها. فدلوقتي طلعتها بقى واخدتها كده زي ما انتم ما شفتوا، وفرشت اللحاف بقى وكده. تمام. وبعد كده فرشت السجاده اهو زي ما انتم ما شايفين. ف... فكده زي الفل. يعني كده زي الفل بقت الاوضه بقى ايه، فله كده شمعه منوره خليناها كده. الله، فله فله فله. وعايزه اقول لكم كمان، خليت زوجي يحط لي كده فوق السرير كده ليد كده زي ما انتم ما شايفين. شايفين بقى الجمال؟ اوه، مش قادره اقول لكم بجد بجد. حاجه كده خيال، حاجه كده وهم.
بس كده كده شكل الاوضه وبقت فل خلاص، وكله تمام التمام. تمام. بصوا بوريكم اهو، شايفين الليد؟ بس كده. طبعا حطينا معطر، رشينا معطر، وقفلنا النور وسيبنا الاضاءه الهاديه ديت، وندخل بقى على اللي بعده. اللي بعده بقى طبعا الريسبشن، ودي البطاطين اللي انا شلتها من البلكونه. هبتدي بقى هشيل كل الهدوم وكل الحاجات اللي على الانتريه. عايزه اقول لكم يعني انا على فكره زي اي حد، انا ممكن اقعد مثلا يوم او يومين ما بقاش قادره اصلا ان انا اروق، ما بقاش قادره ان انا اعمل اي حاجه. فزوجي يجي يقلع مثلا جاكيت او بليزر ويحطه على الانتريه، بنتي تقلع مش عارفه ايه. فلا اللي هو خلاص بقى ستوب ستوب بقى، لا لا مش هسيب الشقه تضرب تقلب كده يعني، لا. او مثلا غسيل اكون ملماه ومش مكسلانه ان انا اطبقه، يعني بجد والله بيجي عليا وقت حرفيا مبقاش قادره ان انا اعمل اي حاجه، وخصوصا لو كان عندي شغل او كان عندي اي حاجه. فالحمد لله مثلا باجي بعد كده في يوم، بس المهم ان انا ما اهملش خالص، وان انا ما اعملش اي حاجه خالص وتبقى الشقه وحشه. لا، الشقه نوعا ما حلوه بس فيها كركبه. بس فبحاول بقدر الامكان كده ان انا الم كده على قد ما اقدر زي ما انتم ما شايفين. نفض نفض نفض. انا مش هعمل وخصوصا الصاله، عشان الصاله كده كده احنا اصلا مش بنقعد فيها قوي. يعني ما بنقعدش فيها غير لو جالنا ضيوف مثلا، او مثلا في يوم اجازه زوجي، يعني مثلا حابين نطلع برا الاوضه وكده، انتوا فاهمين. بنقعد اكتر حاجه في اوضه ولادي، دي اكتر حاجه، فهي دي اكتر اوضه نومي واوضه ولادي، دي اكتر اوض انا بحب يعني اهتم بيهم اكتر، يعني اللي هم اللي احنا اكتر بنبقى قاعدين فيها، فلازم ان احنا نمسحها وكده والكلام ده كله. لكن كده كده الريسبشن بره او الصاله بره يعني كده كده هي نظيفه اصلا. فبعد كده طبعا غيرت الملاية اوف كاميرا وكده والكلام ده كله. ف فبدأت بقى كده زي ما انتم ما شايفين، بدأت ان انا امسحها وكده والكلام ده كله. وعايزه اقول لكم يعني بجد بجد اليوم ده كان كله طخ طرخ طرخ كده ورا بعضه. فالحمد لله حته ان انتي ترصي الدولاب وتطلعي الهدوم وكده في يوم واحد، في يوم واحد، خصوصا الدولاب الكبير ده بيبقى حاجه صعبه جدا، او حاجه بجد 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 يعني حاجه رخمه. يعني انا بالنسبه لي الدولاب ده بخليه هو يوم لوحده، لوحده تماما، يوم الدولاب ده. فالحمد لله كده زي يعني بدأت بقى اشيل من على الديب فريزر كده اللي هو الورق ده مضايقني، يعني لقيته مضايقني كده، فبدأت ان انا اشيله، لان ابني مقطعه زي ما انتم يعني ما بتشوفوا معايا في الفيديوهات. فزي ما انتم ما شايفين كده. وطبعا طبعا طبعا انا مش عارفه اعمل ايه في ابني ده وطبعا انا كده كده الدنيا عندي نظيفة زي ما انا ما قلت لكم، في عملت روتين الشتوي. ف يعني مش محتاجة ان انا ايه، انتوا فاهمين، تحت السراير بقى والكلام ده كله، لا اللي هو المسحة اللي على الماشي دي زي ما انتم ما شفتوا. طبعا لمعت الشاشة والحاجات دي كلها. دخلت بقى بعد كده على البلكونة، عملت الستارة، لان في ناس مش البيت اللي في وشي، ولكن الحارة اللي في وشي او الشارع اللي في وشي في عمارة كده طويلة، بيبقوا ناس متطفلة. اه والله يعني كانت اكتر حاجة بسطاني ان مفيش حد كشفني في المكان اللي في وشي، لكن الشارع اللي في وشي لا ممكن يعني كشفني. فعشان كده حطيت الستارة كده بالمنظر ده. تمام. وبدأت بقى انشر بقى الغسيل بقى براحتي وكده والكلام ده كله زي ما انتم ما شايفين. بس فغسلنا بقى ونشرنا وعايزه اقول لكم ده يومي بجد يعني حرفيا، يعني الحمد لله اليوم كله كان تعب. بس اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات، انتوا زي كده بتتاخروا يعني، بتتاخروا عقبال ما تطلعوا لبس الشتوي زي كده ولا لا؟ قولوا لي. اه والله يعني انا ما طلعتش لبس الشتوي غير لما ماما قالت لي يا بنتي حرام عليكي انت كده هتعي، يا بنتي مش عارفه ايه، يا بنتي. المهم كده خلصت بقى كده زي ما انتم ما شايفين، والدنيا بقى ايه، بصوا فله فله فله. وظبطنا التظابيط، وطبعا لمعنا المكتبه ولمعنا الترابيزه وفرشنا المفرش، وبقى كده خلاص. وطفيت بقى النور، انا اصلا بطفي كل الانوار
تمام. مش بخلي غير انوار هاديه مثلا زي كده، او الليد بتاع المطبخ، وبطفي كل انوار الشقه، ونقعد بقى في غرفه ولادي. بس كده. متنسونيش في لايكات كتير، وبحبكم جدا جدا، وباي باي، احلى منجات في الدنيا. باي باي.